السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نحاول نفصل معكم قفطان مغربي سامبل بالافتتاحات من القدام ماشي الجناب، ويعني بطريقة سهلة ومبسطة إن شاء الله. غادي ناخد كما كتشوفوا الثوب طويته على جوج وعاود طويته على 4. كيف ما كتشوفوا الجانب اللي فيه الحاشية هو ديال الأمام ديال الخلف هو اللي الفوق كيكون مسدود. دابا غادي ناخد الطول ديال القفطان ديالي، كنحيد 3 سنتيم ديال العمارة ديال التحت حيت ما غاديش تكون لوغلي في القفطان، غادي يكون عامر بالسفيفة من التحت. كنحيد غير 3 سنتيم وكناخد الطولة ديالي نوصلها لمقاس الكتف. دابا كناخد القياس ديال الكتف ديالي اللي هو 19 سنتيم زائد 1 سنتيم هي 20. كنهبط 3 سنتيم باش نطيح الكتف باش يجي مائل. كناخد في دورة العنق 8 سنتيم، كنهبط ب2 سنتيم وكندير التقوريره ديال العنق. سمحوا لي على الصوت ديالي مع كنت عيانه شويه الحمد لله. دابا كنصير النقاط ديال 3 سنتيم مع 8 سنتيم، كنحدد خط الكتف. دابا كناخد مقاس الصدر، مقاس الصدر كنهبط ب 23 سنتيم وناخد مقاس الصدر عندي 26 زائد 4 سنتيم، يعني غادي نزيدو في القفطان. كنحدد خط الصدر وكنهبط النقطة اللي خدينا ديال الكتف، كندير واحد الزاوية قائمة. هذيك هي النقطة ديال الكتف، يعني كنلاقيوها مع خط الصدر بهذه الطريقة. وغادي ناخد التركيز ديالي، غادي نطلع ب5 سنتيم ونخرج ب5 سنتيم وندير ونرسم دورة التركيز ديالي. دابا غادي نهبطو ب11 سنتيم باش ناخدو مقاس الحزام. عندي في الحزام 24 زائد 4 سنتيم، وغادي نهبط باش ناخد مقاس الحوض او لي هونش، كذلك مقاس الاوراق زائد 4 سنتيم. صافي كنصيلو النقط مع بعضهم. نقطة الصدر كنصيلوها بنقطة الحزام، وكذلك نقطة الحزام مع نقطة مقاس الحوض. كنشدو النقطة ديال مقاس الحوض كنمشيو حتى لاخر الثوب بهذه الطريقة بالمسطرة. يعني كما كتشوفوا البنات هذا هو الطراساج ديالنا ديال القفطان، ساهل، غير كطويه على جوج وتاخدي المقاسات كيجي دروات وزوين. دابا غادي ناخد باش ما ننساش مقاس دورة العنق، يعني عندنا في هذا القفطان كولفي. غادي نهبط ب12 سنتيم، كنحدد النقطة غير في الامام. صافي دابا كنبداو نقطعو القفطان ديالنا. كنفتحو
من لتحت القفطان، حيت ما كيجيش كلوش بزاف، يعني كتكون في الدورة ديال التحت واحد 36 ولا 38 سنتيم. دابا غادي نحدو الطول ديالنا ونحاولو نقطعو باش ما يجيوش الجلايل طايحين. كنحدو الطول بهاد الطريقة الصحيحة، يعني باش ما كي في اللبسة ما كيجيوش دوك الجلايل طايحين. كناخدو من اعلى نقطة في الكتف، كناخدو الطول وكنبقاو غاديين بهاد الشكل دائري بحال هاد الطريقة باش كنقطعو ما تبقى من الثوب. شحال ما جانا كنبقاو غاديين بهاد الطريقة. عندنا في الطول ديال القفطان عندنا 1 متر و43. دابا كنفصلو الامام على الخلف باش نكملو الامام ديالنا. كنقادو دورة التركيز، كندخلو بواحد سنتيم باش كتجينا مزيانة في اللبسة. كنهبطو ب12 سنتيم، يعني كيجي كولفي هاد القفطان. ما كنقوروش فاش كيكون كولفي، ما كنقوروش نديروه بشكل دائري. العنق كنديروه بهاد الطريقة. كنقصو واحد سنتيم في الكتف. علاش كنقصو هاد 1 سنتيم؟ حيت حفرنا في التركيز ديال الامام، باش ملي نخيطو الثوب ما يجيش الامام زايد على الخلف، يكونوا قد قد. دابا غادي ناخد باش نحدد هذوك الفتيحات ديال القفطان اللي في الامام كيف ما كتشوفوا في الصورة. غنشد الطوفات بجوج ونعبر شحال فيهم ونقسمو على جوج، وكناخد الفتحة ديالي غندير فيها 35 سنتيم. كناخدو نفس المقاس، كنبقاو هابطين بهاد الطريقة، يعني باش تجي الفتحة في الوسط. وكنقطع الفتحة ديال القفطان. صافي كنكون ساليت من الفصالة ديال الامام والخلف. دابا كناخد الكم، كنطويه الثوب على 4، كنطويه على جوج وكنعاود نطويه على جوج، هي على 4. كناخد دابا هنايا كناخد المقاس ديال الصدر، عندي 26. كنحدد واحد الخط وكنهبط ب14 سنتيم. دابا كنصيرو هاد النقطة ديال 14 سنتيم مع النقطة ديال راس الكم اللي حددنا. دابا كنخدمو التركيز ديال الكم. كنشدو هاد الخط اللي رسمنا، كنقسموه على جوج، كنعاودو نقسمو هداك النصف على جوج، والنصف الاخر كذلك على جوج، يعني كيف بحال كنقسموه على 4. كندخلو هنا بواحد سنتيم، كندخلو عاوتاني في النصف الاخر بواحد سنتيم. هنا كنخرجو بواحد سنتيم عفوا، ولهيه كندخلو بواحد سنتيم وكنرسم. يعني كندوزو النقطة من هذاك، من النقطة ديال 14 سنتيم وندخلوها في 1 سنتيم، ونعاودو ندخلوها في النصف وعاوتاني في هذاك 1 سنتيم ونوصلوها لراس الكم.
كناخدو الطولة ديال الكم ديالنا وناخدو راس الكم. شحال عندي 16 سنتيم. هنا كناخدو مقاس التراح اولا ممكن تخدموها بالبيروكي باش تجيكم ساهله. كما كتشوفوا البنات هذه هي الفصاله ديال القفطان، يعني ساهله. كنتمنى يكون الدرس عجبكم، وان شاء الله في درس قادم وفيديو اخر ان شاء الله. واللي عجبو لا فيديو ما ينساش ديروا لي جيم وتكتبوا لي تعليقات زوينه بحالكم، واللي ما اشتركش يشترك في القناه. وشكرا لكم بزاف، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.